شربيني أصلي، شربيني أصلي، شربيني أصلي. أنا شربيني، وقررت أكتب مذكراتي أو زي ما بيقولوا يومياتي. أنا مش أقل يعني من اللي بيكتبوا يومياتهم، وبعدين أنا مختلف في حاجات كتير، منها مش مهم، لكن أهم ما يميزني الاتنين اللي قاعدين في دماغي على طول وطول الوقت بيكلموني، وكل واحد منهم فاهم إنه صح. أنا بقى بحب الرياضة جدا، ومن أهم اهتماماتي الرياضة. أي نعم أنا وزني كبير شوية، بس ده ما يمنعش إني مارست رياضات كتير وأنا صغير. بس كانت مشكلتي كلها إني مش دايما بفهم في القوانين كويس. يعني لما لعبت كورة مثلا كنت فاهم إن الأوت بيتلعب بالرجل والكورنر بيتلعب بالإيد، ولما لعبت باسكت كنت فاهم إني أحط الكورة في أي باسكت من الاتنين، مش كل فريق له باسكت. بس ده ما يمنعش إني خبير دلوقتي في كل الرياضات، بس على سبيل التشجيع طبعا. أنا مش متعصب خالص خالص، خاصة إني عارف إن الناس بتتقسم ما بين فريقين، بس أنا بشجع طبعا، بشجع أحسن نادي في مصر، نادي البطولات، نادي الكؤوس. انا مش فاهم يا شربيني، حد لسه بيشجع الزمالك ازاي؟ مش فاهم يا ابني، انا مخلص لنادي الزمالك، نادي الفن والهندسة. فن وهندسة واداب وتجارة، لكن كورة مالكوش فيها. لعلمك بقى احنا بتوع الكورة كلها وانتوا اللي مالكوش فيها. بأمارة الستة. احنا زمان غلبنا الاهلي 6 على فكرة. ايام الفراعنة والمماليك. طب انتوا عندكوا حد زي شيكابالا، حازم، جمال حمزة؟ عندنا ابو تريكة. بكل دول عموما المية تكدب الغطاس، الماتش بكرة وهنشوف مين هيعلم على التاني. عادي، اكيد الاهلي هيغلبكم، انتوا خلاص بقيتوا زباين يا معلم، زباين تتراهن. راهنوا يا شربو، الماتش مضمون وابو تريكة مصاب. كله الا الرهان يا شربيني. نتراهن على ايه طب يا عادل؟ اللي فرقته تكسب التاني يشحن له او يحول له رصيد ب50 جنيه. قشطة، وافق يا شربو. لا يا شربيني، موافق، نتراهن. تكسبوا ايه يا شربيني؟ تراهني؟ أراهنك 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 أراهنك. ألو؟ أيوة يا عادل، أنا رايح أشوف الماتش على القهوة. ها يا عم؟ لا يا عم، القهوة بتاعتك دي كلها أهلاوية وعلى الشارع، أنا هشوفه في قهوة جانبي. طيب حضر بس أنت ال50 جنيه. ها؟ سلام. الكرة الطويلة تلعب توصل لمتعب العمدة، يدخل عليه وسام العابدي. مخالفة ويشهر الحكم انذار لوسام العابدي. لا يا عم، الحكم ده عابد ولا ايه؟ كل كورة فاول. ايه الحكم ده؟ اهلاوي؟ لا يا عم، اهلاوي ده اجنبي واسباني ومشهور. اسباني؟ ماشي. انت زملكاوي بقى؟ ها؟ طبعا، بس الحق حق. فلافيو يدخل عليه وسام العابدي، يمر بالعمر الصبت ويفرد وجول. يا فلافيو جول. ظلم، الكرة دي اوفسايد. بص وهي بتتعدي، بص ازاي دي اوفسايد واضح. يا عم حرام عليك، في 2 باكات مغطيين على فلافيو، عشان كده مش اوفسايد طبعا. طب بص اهي ده في 2 باكات اغبياء. ماشي، انت زملكاوي بقى؟ ها؟ طبعا، بس الحق حق. انكسر وانا شيء انتصر بعد المشاعر. راهنوا يا شربو. تهنا ونسينا الطريق، وابتدى الاحساس يسافر واخد الاحلام معاه. 4-0 حاجه مش قليله. انكسر وانا شيء. عادل طبعا بيتصل يشمت.
ما هو 4-0 حاجة مش قليلة. أنا مش هرد. يا زمالك يا محتاس، لا دوري ولا كاس. فين ال50 جنيه يا شربيني؟ أنا اللي جبته لنفسي. قلت لك يا شربيني التعصب ملوش معنى، وإزاي تراهن في رياضة؟ دي الكورة مدورة. بس لو كان عبد الحليم علي فايق كان زمانه كسبان الرهان وما سمعناش صوتك. الرهان حرام في حد ذاته، حتى لو كسبت انت ما تقدرش تضمن الفوز والهزيمة. أنا غلطان، الرياضة ما فيهاش تعصب، والمفروض ما كنتش أراهن حد، بس المشكلة إني مراهن نص البلد. أنا شربيني، أنا مش هرد على أي حد أهلاوي، وأنا قررت ما راهنش تاني، فبالتالي مش هشحن لحد من اللي راهنتهم. بس عارفين الماتش اللي جاي هنقطعكم، وأجوجو هيرجع من الإصابة ويبهدلكم، وهنجيب فيكم بتاع 4 أو 5 تجوان، وجمال حمزة هيخلي أمير عبد الحميد يقاسي ويعيط. طب تراهنوني؟ هذه رسالة مسجلة. شربيني أصلي. بطولة شريف فودة. شارك في التمثيل إياد صالح، هبة عاشور، نوريهان عبد المجيد، أبو المكارم العريبي، مجاهد شرف، باسل سمير، نادر مصطفى. الهندسة الصوتية عبد الله فرج. ساعد في الإخراج مريم صالح. شربيني أصلي على إذاعة إسلام أونلاين. تأليف وإخراج إياد صالح. على إذاعة إسلام أونلاين.